عن مفهوم ليه الابلكيشن بتاعي بيتقل او ليه السايت بتاعي بيتقل. ليه السايت بتاعي بيتقل؟ دي حاجه اسمها هنا مونومايزيشن. مونومايزيشن ده بكل اختصار نفترض انك كاشير، وانا ككاشير، انت ككاشير، انا كزياد جيت طلبت منك سندوتش فول وسندوتش طعميه، حسبتهم لي 14 جنيه او 15 جنيه. جه الشخص اللي ورايا طلب سندوتش فول وطعميه، هل منطقي انك تطلع الاله الحاسبه كده وتبدا تحسب من اول وجديد؟ اكيد لا. ده اللي السيستم او المبرمجين بيعملوه بشكل عام، ان هم بيخلوا الابلكيشن بتاعهم يحسب حاجات مش مهمه او اتحسبت قبل كده. طب ده بيحصل ايه؟ بكل اختصار لو جيت شفت هنا، دي طبعا صوره توضيحيه، الصور اللي خلاص احنا بقينا متفقين عليها او خلاص بقت هويه مننا او عنصر مننا. احنا عايزين نشيل الصوره الجميله دي خالص، مش محتاجينها. عايزين نعمل حذف الصورة دي، وعايزين نحذف الكتابة دي ونكتب من أول وجديد كده مع بعض. نكتب من أول وجديد. طب عايزين نكتب إيه يا عم زياد؟ خليني أقول لك عايزين نكتب إيه. عايزين نكتب بكل اختصار، بكل اختصار. لو أنا كزياد عندي أبليكيشن، السايت بيتدار ازاي؟ السايت بيترفع على جوجل على كمبيوتر. الكمبيوتر ده فيه سي بي يو، رام، وهارد ديسك والكلام ده كله. انا اللي يهمني السي بي يو. السي بي يو ده اللي بيعالج اي عمليه. بيعالج ايه؟ بيعالج ان اليوزر اللي هو زياد طلب قائمه البرودكتس. فلما يطلب قائمه البرودكت، مش طبيعي ان هما لما يعمل ريفرش تاني للصفحه، لو مفيش برودكت اتضاف في الباك اند، ان انا اروح اكول الباك اند تاني. مبدئيا ده بيضعف السي بي يو في الفرونت اند والباك اند، وانا اكيد مش عايز حاجه زي كده لو عندي سيستم بيخدم الملايين من اليوزرز، وان شاء الله توصل للمرحله دي. طب انا محتاج ايه؟ انا محتاج ان اليوزر اللي اسمه زياد، لما طلب الداتا بتاعت البرودكت، في ايه كده، طلب داتا البرودكت، ترجع له داتا البرودكت مره واحده. لو ما تضافش من الباك اند، عايزين نتخيلها بكل اختصار. احنا عندنا في السايت بتاعنا 48 برودكت، تمام؟ جه زياد طلبهم عشان يشوفهم، فهنروح نكلم الباك اند، بقوا 49، هات لي الواحد ده تاني. بقوا 45، حذفت، شيل لي 3 من هنا اللي اتحذفوا، ما تجيبهولهمش من الاول. ده بنستخدم فيها حاجه اسمها رودكس وزودكس وزود. دول هنتعلمهم او هنفهمهم في كود الحلقه الجايه. انا عايزك بس تفهمها كده بشكل نظري معايا، ان احنا مش عايزين اليوزر يجيب الداتا كل مره، او مش عايزين السيستم بتاعي يحسب الحاجه مرتين. انا مش عايزه يحسب الحاجه مره ونص حتى، مش مرتين. فعشان تبقى النقطه دي جايه في دماغك، وتعالى بقى نروح نشوف الكود هيكتبها ازاي.